السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد معايا النهارده. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الطاره دي من البدايه للنهايه. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه وتسيبوا لي رايكم في الكومنت. اول حاجه كده هنجيب الطاره وهنثبت عليها القماش كويس، وهجيب الباترون بتاعي. وانا هنا هشف الباترون على فازلين مائي، لان القماش بتاعي تقيل ومش هينفع اشف الرسمه عن طريق الاضاءة، مثلا لما اثبت اضاءة او حتى احطها تحتيها واشفها، لان القماش تقيل وسميك. المهم ان انا هنا هستخدم الفازلين المائي، وده ورق اول ما بيجي المية جنبه خلاص بيبوش ومفيش اي مشكلة فيه. فهنقل هنا الرسمة، هنقل الرسمة هنا بالقلم الحراري علشان حتى لما اجي اثبت الفازلين ما يطبعش عليه. وهسيب لكم فيديو ان شاء الله شارحة فيه الفازلين المائي وازاي بنثبته وايه هو بديل ايه وايه البدائل بتاعته عموما يعني. هنا نقلت الرسمة بتاعتي، وبعد ما نقلت الرسمة هاخد الفازلين المائي ده وهثبته كويس جدا بالدبابيس على الطارة، وممكن اقصه بقد القماش بالظبط واشده على الطارة. اشدهم الاتنين يعني اشده مع القماش. وهبدأ بقى التطريز، وهكتب لكم اسم كل غرزة ان شاء الله هنشتغل بيها. هسيبكم بقى مع التطريز. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، ولو في اي استفسار سيبوهولي تحت في الكومنتات هرد عليه باذن الله.
وهنا بعد ما خلصت العقدة الفرنسية وشيلت الفازلين المائي من الاطراف، وطبعا عندي شوية حاجات كده انا يا جماعة بحب اطلعه صراحة من ايدي لما تكون الرسمة سهلة، فعادي بطلعه بايدي كده مفيش مشكلة، مش لازم احطه في مية. بس لو الرسمة صعبة وكده لازم بقى احطه في مية علشان خاطر ايه ما بوظش التطريز نفسه. المهم بقى عندنا الخطوط دي، فانا بشيلها كده بالمكوى زي ما قلت لكم ان انا بستخدم قلم حراري في اي خط او اي حاجة على على الطارة، مش هيزعلني كده كده ان شاء الله يتشال بالمكوى في النهاية. فبعد ما شلت كل الاطراف بالشكل ده احنا كده خلصنا الطارة بتاعتنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، اتمنى تكون الطارة عجبتكم. لو عجبتكم طبعا ما تنسوش تسيبولي رأيكم تحت في الكومنت وتعملوا لايك عشان ده اللي بيرفع الفيديو، وشكرا جدا لمتابعتكم.